طيب انت جات لك حاله عندها طنين في الودن تمام. وجز على السنان، بالظبط. وبعدين لقيتي انت تفاصيل كتير قوي بقى، قولي لي اعراض ايه اللي حصل؟ هي الاول كانت بتشتكي بعد جلسه سنان طويله ومرهقه. فاتحه بقها كتير يعني. فاتحه بقها كتير وفي شغل في الاسنان كتير، فبالتالي بعدها لاحظت ان في طنين في الودن، بس هي ما ربطتش ده بده. ايه هو الطنين معلش؟ الطنين تسمع صفاره في ودنك طول الوقت، وساعات بتبقى قويه جدا وساعات بتبقى مش ضعيفه مش سامعها. يعني انا بيجي لي عيانين يقولوا لي الطنين ده بيزيد مع الهدوء، انا قاعد في اوضه ضلمه بالظبط. وبجي انام مش عارف انام من صوت الصفاره، او في ناس تيجي تقول لي عندي صوت وش، هو ده الطنين صح؟ بالظبط. خلي بالك الوش مختلف عن الطنين احيانا. بمعنى الطنين ده بيبقى ناس بتقول صفاره اوكي طول الوقت، الوش ده بيبقى وش فعلا او حاجه بتخبط يعني انا ممكن اسمع تسمعها منها هي. وفي ناس ممكن تقول انا صحيت ولادي عشان اقول لهم هو مين اللي بيخبط بره، فيتضح ان من عندها هي. يعني انا ممكن كمان احس بصوت نبضات قلبي جوه ودني. بالظبط. اللي هو بتبقى صوتها صوت الانسجه بتاعتها وصوت نبضات قلبها، بس هي اللي سامعاها، لدرجه ان هي شايفاها قويه جدا وسامعاها قويه جدا ان حد بره بيخبط، ويبقى البيت هادي جدا وسمع حد. مثلا واحده قالت لي ان كان في حد زي بينفض سجاده مثلا، خبطه قويه، وده كان جوه عندها هي. طب وشفتي ايه في الحاله دي معلش؟ هي عندها كام سنه؟ هي عندها 55 سنه. اوكي. ومهندسه. هي عندها شغل كتير في السنان ومشاكل اسريه ومشاكل عائليه وضغط نفسي، كل الكلام ده وعدم استقامه العمود الفقري، كل ده مع بعض خلاه ينتج الاعراض دي: الطنين، الصداع، وجع في الرقبه، وجع في نص الظهر، وجع في اخر الظهر، وجع من قدام، مش عارفه اخد نفسي، بنهج، ضربات قلبي سريعه، كل ده مع بعض وهي مش قادره تربطهم ببعض. فراحت كشفت قلب على ايه؟ راحت عملت اشعه على المخ عشان تشوف الوش اللي في نافوخها ده ايه، فري، مفيش حاجه. راحت القلب كويس ما فيهوش اي حاجه، امال ضربات قلبي سريعه ليه وسامعاها طول الوقت. راحت عملت الام ار اي. ممكن يكون في ديسك احيانا، بس مش هو السبب الرئيسي، كلنا عندنا ديسك بدرجات مختلفه، بس مش هو السبب الرئيسي لده. يعني مش اي حد عنده ديسك عنده طنين؟ لا طبعا. ياما شفنا ناس عندهم ديسكات وقويه. بالظبط. الحاجه المشتركه في الديسك ممكن يكون عندنا تنميل في ايدينا، ممكن يكون عندنا وجع في عضلات الرقبه بس، او دوخه مثلا، او دوخه. لكن التجميعه دي بتاعه الطنين والدوخه والصداع ووجع الرقبه وضربات قلب سريعه، كل ده وجز على السنان، فعلا كل ده بيبقى مع بعض. طب هي كانت ظروف حياتها ايه معلش فاهمين؟ اتعرضت لضغط نفسي كبير قبلها، ما بيربطوش طبعا كل ده ببعض، مش واخدين بالهم من شكل جسمهم، مش واخدين بالهم من العمود الفقري، ما بيعملوش تمرينات، بناكل اي حاجه، ما فيش اي روتين في حياتنا، بننام مره الساعه 12 مره الساعه 1، كل ده خاصه في السيدات، لان السيدات بيبقى مع اضطراب الجهاز العصبي معاها اضطراب هرموني. يعني هي مش تجيلك وبس؟ لا، مش انا بالنسبه لي هشوفها في الشهر مره. يعني الحاله دي بتشوفيها مره في الشهر؟ بالظبط. وفي كام جلسه مثلا ممكن تخف لو هي التزمت؟ لو هي ممكن 3 جلسات. 3 جلسات في 3 شهور، لكن ال3 شهور ده هتعمل لي فيه برنامج معين في البيت. اوكي. والبرنامج ده مش لازم يبقى قاسي على فكره، انا ممكن اقول لها ممكن تعملي لي قاعده ال5 دقائق. ايه قاعده ال5 دقائق؟ اللي هو كل يوم اعملي لي 5 دقائق حاجه، ياخدوا وقتك حاجه؟ لا، بس الاستمراريه. ماشي. أوكي. يعني كل يوم 5 دقائق تنفسي لي من بطنك تنفس عميق. هو ال5 دقائق هيعملوا حاجه؟ هيعملوا، بس هتعملها لي كل يوم. المخ مبقاش عايز غير استمراريه. أوكي. مش كميه. اوكي. طبعا حته التنفس من البطن دي، عشان لو انا بتنفس من بطني ما بتنفسش من صدري، فلو اتنفست من صدري هيطلع لفوق. بالظبط. فده هيروح متعلق، الصدر ده هيطلع لفوق ازاي؟ ما هو بيمسك في الرقبه عشان يطلع لفوق. بالظبط. فهيشد رقبتي اكتر. وعندك يعني العضلات المساعده اصلا بتاعه التنفس هنا كلها هنا، انت هتاخدها، هي الاساسيه مش المساعده. الاساسيه المفروض تبقى الحجاب الحاجز. بالظبط. عشان كده انت بتقولي تمارين التنفس من البطن مهمه للطنين. بالظبط. أوكي. اول حاجه اصلا بعملها في اي سيشن في اي نوع، انت بتتنفس ازاي، شكل تنفسك ازاي، اي مشكله عندك تتنفس غلط بتوقع مشاكل تانية كتير جدا، لان المفتاح بتاع التوازن مفقود في الحجاب الحاجز. تمام. فمشاكل عضليه، مشاكل ميكانيكال، حاجات في العظم وحاجات شكل. انت لقيتي في نص ظهرها وجع؟ طبعا. لقيتي انهي فقره؟ كانت الفقره الرابعه الصدريه. تمام. دي طالع منها اعصاب تقريبا، راح القلب. بالظبط.
فعشان كده بتديها احساس ان ضربات القلب سريعه، بس هو العصب اللي بيديها عشان مضطرب، عشان الفقره نفسها مش مظبوطه. يعني الفقره خارج منها عصب بالظبط. رايح للاذين الايمن، بالظبط، هو اللي بيدي الاشارات للاذين النغمه بتاعه ضربات القلب. فالنغمه دي كانت كلها واقفه بالظبط، ومش او شغالة صح؟ مضطربه او مضطربه. مش معنى ذلك ان عندي في مشكله. لو لقينا مشكله اصلا في القلب طبعا مش مشكلتنا، بس هي خلاص أصلاً كشفت هتروح. قلب. بس هي بالظبط. أصلاً كشفت قلب. فالمشكله دايما بتبقى ممكن تبقى ميكانيكال، ليه لا؟ ميكانيكيه. بالظبط. نحلها ازاي؟ نحلها من وضع الفقره دي الصح، الانسجه اللي حوالين الفقره دي بتقعدي ازاي، بتقري ازاي، وتحسنت بتغسلي فعلاً؟ المواعين ازاي. بالظبط. يعني ده بسرعه بدأت نبض طبعا القلب تتحسن، بس مهم جدا. انا بطالبه حاجات بسيطه جدا في البيت. تقعدي مظبوط، خدي بالك من الفقره اللي ورا دي، ربطت كل حاجه ببعض. بلاش موبايل كتير. ما بلاش الموبايل كتير. العضلات اللي قدام دي مهمه جدا، لان الاعصاب اللي بتشتكي منها اللي رايحه للودن دي هتعدي من الفقره دي، هتعدي من المكان ده. اوكي، يعني العضله دي فما ينفعش اعمل كده وزنق العصب وخنق العصب واقول عندي طنين ليه؟ واكيد هسمع الطنين. تمام. يعني دي العضله دي عشان هي ماسكه في عظمه هنا بالظبط. فيها القناه السمعيه اصلا، بالظبط. فانت فبتعمل خنق للعصب. اوكي. لكن ممكن يحصل في الاخر اضطراب للعصب نفسه، ان هو في ناس ما بتسمعش اصلا في الاخر. في الاخر يعني ممكن من كتر تكتشفش الطنين، طبعا من كتر الضغط على كتر العصب الطنين يحس في الاخر يفقدوا حاسه السمع. ويلبسوا سماعات. بالظبط. والمشكله اصلا ما كانتش في العصب نفسه، هو كان اختنق فتره طويله. اوكي. هي دي المشكله. غير كمان ان المشكله في فقد السمع هي ممكن تبقى تحول لحاله نفسيه. انا خلاص انا مش قادره حاجه، في صوت مش قادره. انا سامع الصوت عالي، سامعه الصوت عالي. انا سامع الصوت عالي وفي صفاره، بالظبط. فانا مش قادره استحمل الصوت العالي فاحنا أصلاً. ممكن نخش بقى وفي ممكن الناس عندها مشاكل، حاجات نفسيه تانية، وسواس قهري والكلام ده، تتعالج كمان علاج نفسي. اوكي. كل ده مع بعض. يعني انت لما جبتي العيانه دي خدتيها جلسات معاكي ووديتيها دكتور تغذيه عشان يظبط التغذيه جنبك بالظبط. واديتيها ولو لقيت مشاكل نفسيه مأثره علينا شويه ومأثره على الهرمونات اكتر، محتاجه معالج نفسي، دعم نفسي كمان. اوكي. دايما بتبقى الحاجه يعني ما نتكسفش نقول للبيشنت خالص المريض خالص. ان انت محتاج دعم نفسي. في ناس بيبقى الموضوع واقف عند حاجه ميكانيكيه بس، ان انا هصلح عظمه، هصلح فقره، هريح العضله، الكلام ده. وفي ناس عندها عامل نفسي. محتاجه تغذيه، محتاجه عامل نفسي، محتاجه رياضه، محتاجه حاجات تانية، لايف ستايل معين. اوكي. مفيش ابدا دواء هناخده يتحسن كل حاجه. يعني انت تتوقعي من لو جالك حاله فظيعه في الطنين، لو التزمت كويس معاكي 3 شهور نكون مخلصين المشكله. بالظبط. بس الاول نحط ايدينا على المشكله وتعمل لي 1 2 3 في البيت، والدنيا هتبقى كويسه. اوكي. ميرسي يا دكتوره ايات، ما شاء الله دكتور أحمد. خبره اكتر من 15 سنه في العلاج الطبيعي والاوستيوباثي. ماشي، فيعني شكرا دكتور ليكي احمد، نورتني والله. هذا والله اعلم.